Welcome to my channel, Stories by Dida. Enjoy and subscribe. أنا كده خلاص فاضل لي نيرة ورانيا وبس. فريدة، أنا عايزة بيضة، ممكن تعملي لي؟ حاضر يا ديجا، استني بس شوية أنا بعمل حاجة هخلصها وأعمل لك بيضة. يعني هو في حاجة أهم من أختك؟ بتعملي إيه يعني يا فريدة؟ أهم مني؟ بكلم صحابي عشان أعزمهم على عيد ميلادي يا خديجة. استني بس ثواني، فاضل لي كده 2 3 أعزمهم وخلاص. كل ده هتخلصي وتعملي لي؟ عمالة ترغي مع صحابها وسايباني. خلاص يا فريدة، مش عايزة منك حاجة، أنا هتصرف لوحدي. ادي الطاسة وادي البيضة، أنا هحط شوية زيت وهعمل أحلى بيض في العالم، أحلى من بتاع فريدة كمان، وأنا محتاجاها في حاجة. ايه الريحة دي؟ يا رب ما يكونش اللي في دماغي حصل. خديجة مخصماك انا مش طايقاك وسيبني، مش عايزة ابقى معاك، ما تورينيش وشك تاني. مخصماك ايه يا شيخة دلوقتي؟ ولعت في البيت، حرام عليكي. يلا بينا يا خديجة نطلع برا بسرعة. حرام عليكي يا شيخة، قلتلك هعملك. ليه استعجلتي؟ كنت اخلص التليفون اللي في ايدي واعملك على طول. ما انا جعانة يا فريدة وانت مطنشاني، انت اتأخرتي عليا جدا. ايه يا بنات، انتوا كويسين؟ حد فيكم حصل له حاجة؟ احنا كويسين يا بابا، كله تمام. ازاي يا فريدة؟ ازاي ده حصل؟ هو مش المفروض انت كبيرة وتاخدي بالك من اختك؟ ازاي سبتيها تعمل كده؟ ها؟ والله يا ماما هي اللي استعجلت، وانا كنت بعزم صحابي على عيد ميلادي. خلاص يا فريدة، مفيش ولا عيد ميلاد ولا هنعمل لك اي حاجة ولا حتى هدايا، طالما انت ما عندكيش اي مسؤولية كده. خلاص يا علا، الحمد لله بس ان هما بخير. انت ساكتة ليه؟ ها؟ ورطتيني في مشكلة وعاملة فيها الملاك البريد دلوقتي يا ام المشاكل انت. طب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ الشقة اتفحمت بكل العفش اللي فيها. خلاص بقى، احنا هندور على مكان مؤقت نقعد فيه لحد ما نشتري شقة جديدة. ايه ده؟ الشقة دي ريحتها غريبة جدا. الحمد لله ان هي بس مؤقتا، مش هنعيش فيها كتير. يا بنات يلا بقى جهزوا نفسكم عشان نخش ننام، وروحوا اغسلوا اسنانكم كمان ما تنسوش. ماما شوفي كده، خديجة مش عايزة تنام. ايوه يا ماما مش عايزة انام، انا عايزة اتفرج على فيلم رعب. فيلم رعب ايه يا خديجة؟ لا يا ماما ما تخليهاش تتفرج، بتصحيني الساعة 3 الفجر عشان اقوم اخش معاها الحمام. طالما بتخافي بتتفرجي ليه يا خديجة؟ انا بحب الرعب، مالكيش دعوة. ومين قال لكم اساسا ان احنا نقعد على التلفزيون او انتوا تقعدوا على التلفزيون؟ التلفزيون اساسا هيتقفل. انا وبابا شغل بكره وعايزين نرتاح على قد ما نقدر بعد اليوم الطويل اللي انتوا شايفينه ده. حاضر يا ماما، انا اساسا نعسانة وعايزة انام. انا داخلة انام. تصبحوا على خير انتي وبابا. واخيرا بقى كده هطفي النور وافتح التلفزيون على فيلم رعب واقعد اتفرج لوحدي من غير اي دوشة جنبي. بس الاول هعمل فشار عشان القعدة تحلو. صحيح، ده الفشار اتحرق في البيت هناك وبابا ما جابش النهاردة. خلاص بقى كده هسهر من غير فشار ولا حتى اي سناكس. ما انا اللي حرقت البيت، ما كانش برضو المفروض ان انا استخدم النار لوحدي. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ في حد هنا؟ فريدة امي الحقي، في حد بيخبط علينا. محدش بيخبط ولا حاجة يا خديجة. نامي بقى عشان أنا لو صحيت هفوق ومش هعرف انام تاني. يلا نامي يا فريدة، انا خايفة والله، في صوت بره مرعب. مفيش صوت ولا حاجة، انا اساسا ما سمعتش اي حاجة. ما انت طبعا مش هتسمعي وانت نايمة، انت كنت نايمة عشان كده ما سمعتيش الصوت. شفتي بقى ان احنا المفروض ننام بدري اهو. اديك اهو من كتر الخوف والافلام الرعب اللي انت بتشوفيها بقى بيتهيألك حاجات واصوات مخيفة. الصوت ده في دماغك انت وبس يا خديجة، بسبب افلام الرعب والفيديوهات اللي انت بتشوفيها دي. معرفش، انت كلك على بعضك قد علبة الكبريت، اقصد الكبريتة يعني. ليه بتتفرج على افلام رعب؟ بترحمي نفسك يا شيخ. طب قومي طيب وشوفي مين. انا مش عارفة انام. انا مش هقوم يا خديجة، وروحي نامي والا اروح اصحيلك بابا وماما. كده يا فريدة؟ ماشي، هسيب اختك تنام خايفة. ماشي يا فريدة.
ماشي. فريدة، هتخلي بالك من اختك المرة دي، ها؟ مش زي المرة اللي فاتت عينك عليها طول اليوم، مفهوم؟ احنا مش في حمل مصايب تانية. حاضر يا ماما، روحي الشغل وانتي مطمنة على الآخر. مين اللي بيخبط؟ انا مؤمن اللي سكن قدامكم. انا شفتكم امبارح وانتوا جايين، ينفع اخش العب معاكم شويه؟ بصراحه لو ما تمنعوش يعني انا زهقان ونفسي حد يلعب معايا. طيب لما ماما تيجي، عشان هي قالت لي ما افتحش الباب لاي حد. ما هو انا مش كبير، انا طفل يعني. عايزه تفتحي لي الباب، مش هاذيكوا، ده انا جاركوا كمان. افتحي له الباب يا فريدة، وانت ما عندكيش قلب. ده بيقولك نفسه يلعب وزهقان. بس يا خديجة اسكتي انتي، انا مش ناقصة مصايب. وفي الاخر ماما بتزعقلي انا، وانتي بتعملي وش القطة كيوت، وفي الاخر انا اللي بتهزق وانتي مش بتتهزقي ولا تهزيقة. تعالي يلا نخش الأوضة لحد ما ماما تيجي وانا احكي لها، ونشوف لو وافقت تدخله يلعب معانا اهلا وسهلا يدخل، ولو ما وافقتش نسمع كلامها واحنا ساكتين وقافلين بقنا، مفهوم؟ ايوه، مين حضرتك؟ انا جارتكوا اللي ساكنه هنا قدامكم. اتفضلي، اهلا وسهلا. لا مش هتفضل، انا اساسا زعلانه من اللي حصل. هو ايه اللي حصل؟ انا اول مره اشوف حضرتك. مؤمن ابني جه هنا الصبح وخبط عليكوا عشان كان نفسه يلعب مع البنات ورفضتوا تفتحوله، ومن وقتها وهو زعلان جدا وعمال يعيط. لا حضرتك في سوء تفاهم. انا وجوزي بنبقى الصبح في الشغل، وبيبقوا البنات لوحدهم في البيت، وانا محرجة عليهم يفتحوا الباب لحد واحنا مش موجودين، وهم كل ده بينفذوا كلامنا. لو سمحتي ينفع ما تزعليش منهم، عشان ده بس كان سوء تفاهم صغير. هم كمان ما يعرفوش حضرتك ولا حتى يعرفوا مؤمن عشان يفتحوا لكم الباب. لا بقى، دول كده بنات محترمين وشطورين وحلوين كده وعسلات، وبيسمعوا كلام مامتهم وباباهم. انا كده احب جدا ان مؤمن وبناتك يبقوا صحاب. يا مؤمن يا مؤمن، يلا تعالى يا حبيبي. نعم يا ماما. خلاص بقى يا مؤمن ما تزعلش، فريدة وخديجة انا اللي قايله لهم ما يفتحوش لحد. خلاص يا مؤمن، احنا من بكره نلعب مع بعض طول الصبح. وانا كمان خلاص مش زعلان، وانا كمان هلعب معاكم. انت عارفه يا خديجه، انت ريحتك لذيذه جدا. لذيذه؟ لذيذ ازاي؟ تقصد يعني جميله؟ شكرا. اكيد يعني تقصد جميله، صح؟ انا يعني مش كيس شيبسي عشان تبقى ريحتي لذيذه. هو ده قصدي بالظبط. ماما يا ماما، مؤمن يا ماما النهارده تعبان ومش هيقدر يجي يلعب عندنا، ينفع انا اروح العب معاه النهارده؟ ماشي يا خديجه، شويه كده ويبقى تعالي. حاضر يا ماما. شفتي اختك يا فريده؟ قلت لها شويه وتيجي، بقالها 4 ساعات قاعده هناك. روحي يلا اندهيها لي، ولما تيجي هعرف شغلي معاها. حاضر يا ماما. واخيرا هتتعاقبي يا خديجه، كل يوم انا اللي بتهزق وانتي مش بتتعمل لك حاجه. نعم يا فريده. ممكن يا طنط تقولي لخديجه ان ماما عاوزاها؟ خديجه مشيت من ساعتين اصلا، ده مؤمن نايم بقاله ساعتين تقريبا او ساعه. لا رحتي فين يا خديجه؟ يا طنط ده مش مقلب صح، اهو المقلب انا بضحك عليه. خلاص بقى كفايه مقلب، اطلعي يا خديجه. مقلب ايه؟ هو انا هدوك عشان اهزر معاكوا؟ يلا امشي يا بنت انتي. طيب يا طنط حاضر، انا همشي اهو. ايه هي مالها دي متعصبه كده ليه؟ ما كانت لطيفه قبل كده. ماما يا ماما، خديجه مش هناك يا ماما. ايه ازاي؟ طنط يا ماما قالت لي ان خديجه رجعت البيت من ساعتين وهي مش في البيت. خديجه بتنادي على مين يا ماما؟ هي مش هنا اصلا، محدش خبط ولا رن الجرس. فين انتوا بتعيطوا كده وصوتكم عالي كده ليه؟ مش لاقيين خديجه، مش لاقيينها. ايه يعني ايه مش لاقيين خديجه؟ هي مش كانت بتلعب مع مؤمن ابن الجيران ده؟ احنا لازم نبلغ البوليس حالا. احنا عملنا كل اللي نقدر عليه ولسه برضو ما لقيناهاش. احنا كده مهمتنا خلصت، لو لاحظتوا اي حاجة جديدة كلمونا فورا.
خديجة رحتي فين يا خديجة؟ طب هو أنا ازاي كده عايش من غيرها؟ يا رب نلاقيكي يا خديجة. الصوت ده مش يمكن هو ده الصوت اللي خديجة بتسمعه كل يوم وهي سهرانة وبتيجي تصحيني عشان اشوف ده ايه؟ طب اما ابص كده من العين السحرية بشوف في ايه؟ ايه ده؟ هو مين الراجل ده؟ وايه الشنطة اللي هو شايلها دي كلها؟ هو مش مؤمن بابا ميت؟ طب هو ايه ده؟ هو إيه اللي وقع من الشنطة ده؟ لازم اوطي صوتي بس. هو ده دم ده ولا ايه؟ ادخل يلا بسرعة قبل ما حد يشوفك. ايوه داخل اهو، بس الشنطة تقيلة قوي المرة دي. ايه ده؟ انت وقعت ايه؟ انا لازم انضف ده بسرعة جدا. ادخل يلا. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا لازم اعرف في ايه. اكيد خديجة عندهم وهم مخبيينها. مين اللي على الباب؟ انا لازم امثل كويس. انا فريدة يا طنط، وعايزة اخش العب مع مؤمن شوية لحسن هو اكيد زهقان. مؤمن ما بقاش عايز يشوفك تاني ولا يلعب معاكي. هي مالها بقت عاملة كده ليه؟ اكيد في حاجة بتحصل غلط وهي مش عايزاني اشوفها. لا مش ممكن، ريحة الشقة بقت صعبة جدا. ريحة الشقة بقت لا تطاق. انا مش مستحملة اقعد هنا ولا دقيقة واحدة. على فكرة الريحة دي طالعة من الشقة اللي قدامنا بتاعت ام مؤمن. بابا انا حاسة ان الشقة دي فيها حاجة غلط، يحسن يكونوا بيموتوا ناس فيها. يموتوا ناس ايه بس يا فريدة؟ دي اكيد ست مش نظيفة، واكيد شقتها محتاجة تتنظف جدا. لا يا ماما صدقيني انا حاسة ان خديجة جوه. مش عارفة ليه قلبي بيقول ان هي عندهم. من ساعة ما خديجة اختفت والست دي بقت تتصرف بغرابة جدا. حتى انا رحت العب مع مؤمن وهي رفضت تدخلني وقالت لي مؤمن مش عايز يلعب معاكوا تاني، وقعدت تزعقلي وتهزقني. زعقتلك؟ ازاي تزعقلك؟ دي المعركة كده ابتدت. لا انا اروح اتكلم معاها بقى. انا محدش يزعق لبنتي. مين تاني؟ انا مامة فريدة، لو سمحتي افتحي عشان انا عايزة اتكلم معاكي في موضوع مهم. لا مش هفتح، وامشي من هنا. محدش يجي هنا تاني ولا يخبط على الباب. لا طالما كده هي مش عايزانا نخش يبقى فعلا في حاجة. يلا يا اشرف كلم البوليس حالا وخليه يجي. افتحي لحسن هنكسر الباب. ايه ده؟ يا الريحة البشعة دي. انتوا ازاي تدخلوا كده هنا؟ ازاي تقتحموا كده بيوت الناس؟ فين خديجة؟ خديجة؟ وانا مالي بخديجة؟ المكان ده انا شاكك فيه. انا اخش افتش اوضة. ايه ده؟ هو انت مين بالظبط؟ انت اللي اخدتي بنتي. انا عايزة بنتي خديجة، هاتيها لي. رجعي اختي. دي طلعت من اكيدة لحوم البشر. اعترفي حالا، وديتي خديجة فين؟ وديتي اختي فين؟ وديتي خديجة فين؟ انتوا حالا موتي خديجة؟ خلاص انا احكي كل اللي حصل بالظبط. هو انت ايه اللي جايبها لنا دي؟ دي مش هتشبعنا، دي طفلة صغيرة. انت مش شايفة حجمها عامل ازاي؟ لا احنا لازم ناكلها عشان هي عرفت عننا كل حاجة، ما ينفعش نرجعها البيت. سيبوني مش هقول حاجة. انا عايزة ماما. اسكتي خالص، بل عايزة ماما. خلاص احنا بلاش ناكلها دلوقتي، احنا هنربيها ونخليها تخدمنا لحد ما تكبر، وهي هتنفعنا برضو، واول ما تكبر هناكلها. ماشي حل كويس. افتحوا الباب. استخبي هنا واوعي تطلعي صوت. لا انا كده هتخنق واموت. خشي هنا واوعي تعملي صوت. ما تموتي ولا تدخلي في داهية، وانا مالي. يعني هي هنا دلوقتي؟ يا ديجا دي مش بترد عليا. قتلتيها يا مجرمة. استني بس، دي لسه بتتنفس. اسعاف. الحمد لله على سلامتك يا خديجة، كنت هتجنن من غيرك. الله يسلمك يا اختي. ماما انا خايفة. ما تخافيش يا خديجة، محدش هيقدر يقرب لك تاني ابدا. الست دي خلاص هتتعدم مع كل اللي شاركوا في الجريمة. ما تقلقيش، مش هيبقى ليها وجود تاني. يلا بقى يا خديجة عشان نروح بيتنا الجديد ونعمل عيد ميلادي.